مصطفى شوبير حارس كبير، عنده ثبات انفعالي، حارس بيلعب في كل الاجواء وتحس ان هو مش مهزوز، عنده ثبات انفعالي كبير مع انه ما لعبش كتير مع النادي الاهلي. ولكن اللي عمله مصطفى شوبير في ماتش الاهلي والجيش الملكي المغربي في الاجواء دي ما يعملوش غير حارس كبير. يا ريت يا ريت يا ريت اداره النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي يعتمدوا مصطفى شوبير حارس اساسي للنادي الاهلي. شوفوا ضربة الجزاء صدها ازاي يا جماعة، الكورة ما جاتش في العارضة، هو صدها فجت في العارضة. ولولا الدفاع الاهلي مش متيقن اللي هو كان ممكن يصدها، كان ممكن المدافعين يطلعوها على طول. ولكن اداؤه طول الماتش بيطلع على عرضيات بثبات، بيطلع يمسك الكورة، الكورة ما بتقعش منه. الجماهير حدفت عليه كمية ازاز مية وهو مش في دماغه، بياخدها يشرب بالمية وينزلها تاني. كان بيباصي بسهولة، كان بيلعب الكرة وما عندوش، كان عنده ثبات انفعالي رهيب. مصطفى شوبير حارس النادي الاهلي اساسي، اي حاجة غير كده يبقى احنا بنظلم مصطفى شوبير.